الحلوة بالفيديو. شاهد فرحة ولي العهد الحسن بفوز المنتخب المغربي على إسبانيا، ويوجه رسالة اللاعبي المنتخب وسط فرحة كل المغاربة. تفاجأ وفرح المغاربة قبل قليل بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فرحة لولي العهد الحسن لحظة فوز المنتخب المغربي على إسبانيا وتأهله للدور الربع النهائي لكأس العالم، وإليكم باقي التفاصيل. خلف فوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني وتأهله للدور الربع النهائي فرحة كبيرة بين المغاربة وكل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، ووصفوا هذا الإنجاز بالتاريخي والأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية، حيث يعتبر المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصل لهذا الدور الربع النهائي في المونديال، وهذا ما جعل كل الدول العربية تشيد بهذا الإنجاز لكونه مفخرة لكل العرب وليس المغرب فقط. وتفاجأت وفرحت الجماهير المغربية والمغاربة بصفة عامة بظهور ولي العهد الحسن لحظة فوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني وتأهل المغرب لدور الربع النهائي من كأس العالم لأول مرة في تاريخه، حيث وحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتفال وفرحة ولي العهد الحسن بالإنجاز التاريخي الذي قام به أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، حيث ظهر في الفيديو في شوارع مدينة العاصمة الرباط وهو يحتفل وسط المغاربة داخل السيارة مع والده محمد السادس، حيث كانت الفرحة ظاهرة عليه، وبالإضافة إلى أنه كان يرتدي قميص المنتخب المغربي هو ووالده محمد السادس وشقيقه المولى رشيد الذي كان خلفه بسيارته، وهذا ما أفرح المغاربة الذين كانوا بجانبهم وحتى الذين لم يكونوا هناك.